أهلا بيكم في نودي وأسم. أنا أسم، هعمل معاكم عيش كايزر فاخر جدا وشكله مختلف، بيبقى حلو قوي للساندوتشات ومشبع جدا. رغيف واحد بس بيبقى كافي جدا. معانا 700 جرام من دقيق الخبز و300 مللي من المية الدافية و2 بيضة، والبيضة التالتة دي للتغطية في الآخر. 70 جرام من الزبدة، وهناخد منها مكعب واحد بس ندهن بيه بولة العجن. هيبقى معانا حوالي 60 جرام من الزبدة، معلقة كبيرة عسل وممكن نستبدلها بالسكر، ومعلقة صغيرة من الملح. أول خطوة معانا ما ننساش كالمعتاد وقبل أي حاجة إن احنا ننخل الدقيق. بعدها بنضيف معلقة صغيرة من الملح ونقلبهم مع الدقيق. نحط الخميرة على المية وتكون دافية، وعليها معلقة كبيرة من العسل. نقلب البيضتين ونضيفهم على خليط الخميرة والعسل. هنضيف خليط السوائل على الدقيق، وممكن نضيف السوائل شوية شوية لو مش عارفين معيار الدقيق بتاعنا هياخد قد ايه، لأن الدقيق من نوع لنوع بيفرق حاجة بسيطة. بعد ما جمعنا الدقيق مع السوائل هنضيف 60 جرام من الزبدة ونعجنها بإيدينا كويس. ندهن البولة اللي عجننا فيها بالزبدة ونحط العجينة ونغطيها ونسيبها تخمر لحد ما حجمها يتضاعف. ده شكلها بعد ما اختمرت معانا. نرش رشة خفيفة من الدقيق عشان هنطوي العجينة على نفسها 4 طبقات. ونسيبها تخمر مرة تانية لحد ما حجمها يتضاعف. ده شكلها بعد الخمور للمرة التانية. نرش رشة خفيفة من الدقيق علشان نقسم العجينة، هنقسمها ل 12 قطعة متساوية. هنبتدي بقى مرحلة التشكيل. هنلفها رول في الأول، هنعقدها زي العقدة، وبنلف الأطراف ونشكلها على شكل وردة. نخفق البيضة وندهن الوش المخبوز بتاعنا قبل الخمور، وهندهنه برضو بعد الخمور، بيدينا لون حلو قوي للعيش. هنسيبه يخمر لمدة نص ساعة أو ساعة على حسب درجة حرارة المكان. ده شكله بعد ما خمر. هندهن الوش مرة تانية بالبيض. هنحط على الوش حبة البركة، وهنسخن الفرن قبلها بربع ساعة على 180 درجة، وبعدها نحط العيش لمدة 20 دقيقة لحد ما ياخد لون من تحت على حسب فرن كل حد فينا. بعدها بنفتح الشواية ياخد لون من فوق. ده شكله بعد ما خرج من الفرن. نغطيه ونسيبه يبرد تماما. زي ما قلنا في البداية بيبقى مشبع جدا لأن اللبابة بتاعته بتبقى عالية، فبجد قطعة واحدة منه بتكون كافية ومشبعة جدا. نحشيه بقى أي حشوات ونعمله بقى ساندوتشات للأولاد في المدرسة أو للفطار أو للعشاء، وبالهنا. كده وصفتنا خلصت، بس إن شاء الله وصفتنا اللي جاية مش هتخلص. لو أول مرة تشوفونا فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واستنونا في وصفة جديدة مع نودي وأسماء.